ربنا يسترها علينا وعلى ولايانا. واحدة كانت تعرف واحد، قعدت سنة تعرفه، واللي هو بيحبوا بعض، وانا بحبك وانت بتحبيني، ويا بنت قلبي وانت بتاعتي يا بت، والكلام من ده. عشمها وهي سابت نفسها، وقعت في الفخ، عمل معاها الغلط. البت حامل. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قالها شيلي شيلتك، ماليش دعوة، دي غلطتك انت، وانا ماليش دعوة، وده مش هعترف بيه. تعمل ايه البنت؟ هي القصة في ايجاز، بس طالعة اقول القصة دي علشان كل بنت تفهم الكلام. سيبك من اللي يقولك انت حبيبتي وانت بتاعتي يا بت، واحنا متجوزين وانت مراتي ومحدش تاني هياخدك مني، والكلام ده لا. في فعل. اهو انت عايزني يا حبيبي عند بيتي وعند اهلي، ونبقى رسمي كده اهو، مفيش كلام. اه وماله؟ ماشي انا بتاعتك بس تعالى بقى في فعل، وريني بقى الكلام ده افعال وليس اقوال. ما تصدقيش اي حد يقولك حاجة، ما تصدقيش اي حد يقولك حاجة، الكلام سهل. على رأي الست أصالة، بتقول ايه؟ هيقولك انت الأولى وكمان الأخيرة، هيقولك انت نجمة عالية في السماء، وانك لقلبي مركبة، وانت الجزيرة، والأغنية الجميلة اللي انتوا عارفينها دي. كل ده كلام فاضي. خلوش ياكل بقى عليك حلاوة. احنا سهل ان احنا يضحك علينا. انت يا حبيبي عايزني، بيت اهلي موجود، تنور وانا موافقة، والكلام من ده، بس الكلام يبقى في النور. مش هتعملوا اشتراك بقى في القناة ولايك ولا ايه؟ وريني افعالك مش اقوالك. وسيبك من اللي يقول في صحوبية بين ولد وبنت، والبيست فريند بتاعي، وده صديقي المقرب. مفيش الكلام ده. اصل الراجل مش هيبص البنت نظرة انت مش صاحبي يعني. هو مش راجل قدامه، هي برضو انثى يعني. ويعني برضو مش متحصن، الشيطان هيدخله بصة كده بصة كده فعل كده. يعني ما ينفعش بنت قدامه يشوفها كأنه راجل. مفيش الكلام ده. غصب عنه هيبصلك بصة كده كده. واحنا بنشوف حاجات كتير قدامه يقولك ده احنا كنا صحاب ومش عارفه ايه، وتقلب بحاجات تانية يعني. ربنا يعافينا. فما تصدقيش اللي يقولك انت صاحبتي وانت اخويا وانت زي اختي، والكلام الفاضي ده كله. مفيش صحوبية بين ولد وبنت، ومفيش اللي يقولك انت حبيبتي وانا هفضل معاكي طول عمري. لا. في بيت، تعالى وانا اشيلك على راسي، وانا موافقة بيك، بس يبقى قدام اهلي، متعمليش حاجة غلط. ربنا شايفك من عنده انت. الحاجة ان انت تبقي خايفة منها وخايفة ان حد يشوفك، اعرفي على طول ان هي غلط. حد يقولك كلمة وخايفة حد يسمعها، اعرفي ان هي غلط. ربنا شايفك من عنده، ما تعمليش حاجة. طيب، المهم ايه؟ البنت دي غلطت وخلاص، واللي كان وعايزة التوبة. طيب ماشي، تتوبي توبة صالحة صادقة من جواكي، وما ترجعيش للذنب ده تاني. بتقول بقى خايفة من الفضيحة، واعمل ايه وانا حامل والكلام ده انزله ولا ما تنزلوش، دي بقى ما نعرفش، ما نقدرش نحكم فيها. دي اهل الفتوى هم اللي يحكموا. بس انت اللي عليكي التوبة الصادقة، وما ترجعيش للذنب ده، وتفضلي طول حياتك تتوبي. لان انت بتعرفيش الذنب اتقبل ولا لا، او ربنا غفر لك ذنبك ولا لا. فتفضلي طول حياتك تتوبي. اشتركت ولا لسه؟ انا شايفاكم. وربنا بيقول ايه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. انت غلطتي، اتقي ربنا وخليكي وتوبي توبة صادقة، وربنا هيجعلك مخرج من المأزق اللي انت فيه ده. ازاي بقى؟ دي ما نعرفش، دي من عند ربنا. لكن انت تتوبي عشان الغلط والكبيرة من الكبائر اللي انت عملتيها، مش عشان ربنا يعمل لك مخرج، لا. هي تبعيات. انت تتوبي عشان الغلط، وربنا لما يلاقيك ان انت فعلا توبتي توبة صادقة، هيكتب لك مخرج من اللي انت فيه. وواحدة قبل كده قصة برضو حقيقية. واحدة كانت بنت، غلطت مع واحد. هي البنت دي كانت حافظة 10 أجزاء من القرآن، حافظاهم، كانت يعني تمام قوي. بعدت فترة كبيرة عن القرآن، قعدت فترة كبيرة
ما وقفت الحفظ، وقفت قراءة القرآن. اتعرفت بقى على شلة ومش عارفة ايه، والمهم غلطت وحصل اللي حصل. فرجعت تاني، خدت عهد على نفسها ان هي ترجع تاني، وراحت للمحفظة بتاعتها وقبلتها والمهم رجعت تاني لحياتها الأولانية خالص، وداومت على القرآن. والله يعني وربنا خرجها من المأزق اللي هي فيه، وسترها، ومحدش عرف، والولد ده جه اتجوزها، ومحدش عرف خالص بالكبيرة اللي حصلت. فيا جماعة، خليكوا كبروا دماغكوا شوية، خليكوا عاقلين. الراجل اصلا هيلاقيكي سهلة، هيكبر دماغه، هيقول يعني زي ما انت اتسهلتي معايا هتتسهلي مع غيري. صح يا اخوانا ولا ايه؟ قولي ورد عليا في الكومنتات وقولوا لي رأيكم ايه.